بصوا بقى، لو حبيتوا تجيبوا الطبق ده وانتوا رايحين اي عزومه، او لو حبيتوا تحلوا بيه بعد الفطار، هتجيبوه بكام؟ مش اقل من 200 جنيه، 150، 200 جنيه. ما كلفناش. قولي يعني 30 40 جنيه. وعملت الحلويات ده، ولسه في تاني يعمل طبق قده. لف الجلاش وحبه سوداني عندك. وعملنا طريقه الفستق الكداب، مفيش اسهل منه ولا اجمل منه. وهنعمله ونفرح عيالنا بيه. ولو عملتيه في طبق زي ده، خدتيه معاكي لاي عزومه، هيشرفك. ولو عملتيه، لو عندك اي عزومه جايالك، هيشرفك قدام ضيوفك. ايه؟ عايزه تعرفي الطريقه وعملناه ازاي بالتكات والحركات وبالجمال ده؟ بصي، بصي الجمال. لو عايزه تعرفي عملناه ازاي بالتوريقه دي والحشو ده، كملي معايا الفيديو. ما تنسينيش في اللايك والشير. تعالوا بقى نعمل مع بعض الشربات. احنا هنا الشربات ده هيبقى معاكي طول رمضان باذن الله. هعمله مره واحده. هحط كيلو سكر اهو زي ما انتم شايفين. الكيلو سكر ده بحط عليه كوبايتين ونص ميه كبيره بس. اهو ادي اول كوبايه، وبحط كوبايتين ميه كبار، وبحط معلقه عسل جلوكوز. ما عندكيش مفيش اي مشكله، بس ده بيديله قوام حلو قوي قوي قوي. وهحط اضافه تانية هتخليهولك زي العسل، زي تاكل الحلويات زي كأنك بتشتريها من بره. ده مكون سحري كده، بس موجود عند مستلزمات الحلواني، يعني كل محلات مستلزمات الحلويات هتلاقوها عنده. انا هنا حطيت معلقه كبيره عسل جلوكوز. وعسل جلوكوز دلوقتي يعني مش غالي، وهتلاقيه في كل حته، في السوبر ماركت كمان هتلاقيه. بصوا بقى، ده اسانس الحليب. اسانس الحليب هتحطي معاه معلقه، هو عامل زي الجيلي كده. هتحطي معلقه صغيره على السكر بس. وهنقلبه تقليبه بسيطه كده ونحطه على النار. وبعد ما يغلي يا ست الكل، هتعصري عليه نص ليمونه بس. اللي هو الحليب، معلقه الاسانس الحليب ده هيغنيك اللي انت تحطي فانيليا. ما تحطيش فانيليا، ريحته بتقلب البيت. بصوا بقى، هنا هعمل مع بعض الجلاش. سيحت سمنه على زيت اللي انت عايزاه. ده سمنه على زيت، وحطيت عليها معلقه بيكنج باودر عشان تخلي لك الجلاش بتاعك ايه، هش كده وجميل. انا هاخد من الطبقات اربع طبقات جلاش. اول طبقه هدهنها كده بالسمنه زي ما انت شفتي. ادهني كل حته فيها سمنه وزيت ماشي. وهحط الطبقه التانية برضو وهعمل نفس الحكايه، هعملها سمنه وزيت. بصوا بقى، انا لقيت الجلاش بتاع السوبر ماركت اللي هو الشركات ده مش حلو قوي. مش كل الانواع، بس في انواع مش حلوه. انت جيبيها من عند الفطاطري، هتبقى طازه وجميله واكبر من دي، يعني بتبقى بسم الله ما شاء الله اكبر من دي. بس انا ما عنديش فطاطري جنبي، بجيب بتاعه الشركات. كل طبقه وطبقه هندهنها سمنه وزيت ماشي. انت عايزه بقى زبده وزيت، سمنه بس. لكن زيت ما انصحكيش، زيت بس لا. الطبقه الرابعه برضو اهي. بصوا، مفيش اسهل من كده. وتروحي تجيبيه بالشيء الفلاني، وهو مش هيكلفك 20 30 جنيه بس. اهو عايزه بقى ايه الحشوه اللي انت عايزاها. احنا هنعمل مع بعض الفستق الكداب. هحشي بيه. عندك حبه مكسرات. كل سنه وانتم طيبين. اهو بصي، ده الفستق الكداب. فستق الكداب يا سلام يا سلام. استنوا بقى الفيديو لما ينزل، حاجه كده عظمه. حطي بقى براحتك، ما هو كداب بقى، احنا ورانا حاجه؟ ما خسرناش حاجه ماشي. مع انه والله برضه مش رخيص، بس هو اهون من الايه، من الحقيقي. بصوا بقى، خلي بالكم. بصوا، هفرده في كل حته اهو. خلوا بالكم بقى ايه من الخطوه الجايه. بصوا، هنطبقها 3 مرات. ادي مره 2 3. انت حاولي ايه توسطنيها، اللي التالتة برضو تبقى كلهم التلاتة قد بعض اهو. بصوا ما شاء الله زي الفل. هتجيبي بقى قطاعه عندك. انا هنا عندي بصمه الكحك بقطع بيها. عندك كوبايه حاميه شويه قطعي بيها. عندك القطاعات المدوره، يا سلام خير وبركه. بصي بقى، بصي الجمال والحلاوه. يا نهار ابيض. بتروحي بقى تجيبيها دي بكام؟ مكلفكيش 30 40 جنيه. هنقطعها بقى كلها كده زي ما انتوا شفتوا اهي. واحلى يعني ايه، احلى حاجه في الدنيا، وبتقعد مقرمشه معاكي لاخر واحده فيها. يعني مثلا تعمليها تقعد يومين 3، هتقعد مقرمشه، بس هي مش هتقعد يومين 3 من حلاوتها، تتاكل على طول. بصوا، حلويات حلويات يا ناس. واللون الاخضر تحفه. اللي هياكلوا عندك مش هيقولوا اللي انت عاملاه باي حاجه اللي احنا هنعملها مع بعض. استنوا الفيديو بجد والله. وكمان ممكن بتروحي تجيبي روحه الفستق برضو من مستلزمات الحلواني. بصوا على اهي صينيه هندهنها برضو باللي هو الزيت والسمنه.
ادهني بقى دهنه حلوه كده من تحت، ورصي عليها الايه البقلاوه دي، ولا عجلنا ولا خبزنا، وعملناها بأقل الامكانيات اللي عندنا في البيت، وطلعت احلى من الجاهز. بصوا حلاوتها وجمالها يا نهار ابيض. عايزه اقول لكم الطعم تحفه بجد والله. هنرص اهو، مش هنرمي منه اي حاجه، هتقلبي الناحيه التانية وبرده هتعملي والحاجات الصغيره دي هتعمليها على شكل نجمه كده، بتبقى تحفه بجد والله، شكلها حلو قوي. بصوا بقى عملت نفس الحكايه 4 طبقات، بين كل طبقه وطبقه الزيت والسمنه. وهنا عندي سوداني وزبيب، عندك سوداني وجوز هند، وحطي معاهم حبه سكر كده. وبرده هنعملها ايه، هنفردها كويس جدا وهنطبقها 3 تطبيقات. بصوا بسم الله، ادي اول واحده، التانية، التالتة، بس حاولي ايه انت توسطنيها عشان التالتة تيجي ايه على الاخر. ماشي. وهنقطعها برضو نفس الطريقة اهو، تك قوي. لو انت القطاعة بتاعتك حامية مش هتاخدي مجهود، وهتتعمل وهتبقى زي الفل اهي. حاجة كده شربطات بجد يعني، فاخر من الاخر اهو. بصوا مش هقول لكم بقى حطوا لايك، انا هسيبها مع نفسكم، كل ما اقول لكم حطوا لايك ما بتحطوش. يلا بصوا بقى، رصيناها في الصينية، حلويات 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 اهو. بصي هي ممكن تعمليها من 4 ل5 طبقات، لكن اقل من 4 هتبقى رفيعه قوي، مش هتبقى حلو اهو. خلصناها. هجيب بقى ايه السمنه والزيت اللي احنا فيها، ونروح ايه رشين عليها رشه جريئه كده من على الوش بس. بس مش هتعملي حاجه تانية يا فاتن؟ لا مش هعمل حاجه تانية، اكون مولعه على الفرن مش عالي قوي، درجه وسطانيها. وهتحطيها في الرف في الوسط، وتسيبيها لحد ما تشوفيها ايه اتحمرت من تحت. افتحي عليها الشوايه تاخد وش بس كده اهو. بصوا ادي اول صينيه، وادي الصينيه التانية، وحطينا الفواصل اهي اللي بينهم. تحفه 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 بجد والله، مش هتندمي لو عملتيها بالطريقه دي. هتشرفك في عزوماتك، وهتشرفك على سفرتك مع الناس. وكمان لو روحه زياره ممكن تعمليها وتاخديها معاكي، انت هتجيبيها بالشيء الفلاني ليه. بصوا بقى بعد ما تنهت هحط عليها العسل. الله الله الله. طبعا العسل زي ما انتوا بتحبوا زياده حطوا، بتحبوا قليل اهو. بصوا العسل بارد وهي لسه طالعه من الفرن بس كده. بصوا بقى الجمال والحلاوه. بصوا ادي اللي بالفستق وادي اللي بالسوداني. بصوا جماله. بصوا يا نهار ابيض، سامعين القرمشه؟ بصوا كله طبقات اهو. ايه الحلاوه دي بجد، حلوه قوي قوي قوي. شوفوا الطبق، حتى الحاجات اللي هي فضلت بصوا مورقه ازاي بجد. الفستق بصوا الطبقات حلوه حلاوه اهو. شوفوا بقى ما كلفناش اي حاجه. ولو جبتوا الطبق ده هتجيبوه كام؟ مش اقل من 300 جنيه. بجد يا فاتن، والله بجد 300 جنيه. وهم حاطين برضو نفس اللي احنا حاطينه السوداني، وهم برضو بيعملوه بالفستق الكداب ده، وبيضحكوا علينا ونجيبوا ايه بالشيء الفلاني. يعني الطبق ده مش اقل بجد بجد، يعني مش بالغ، مش اقل من 200 جنيه. 200 جنيه. طب شوفوا يعني شوفوا في المحلات وايه، وجميل وتحفه ومقرمش، وطعمه باذن الله هيبقى زي الفل. عشان بصور لكم وانا صايمه، لما ادوقوا بقى باذن الله بعد الفطار هقول لكم. بصوا الجمال. بصوا التوريقات اهي. عايزين بيه ايه احلى من كده بعد الفطار تحلوا بيه؟ لو عجبتكم الطريقه ما تنسوش في اللايك والشير.